البغاشة وجمال البغاشة. بغاشة بكل ما فيها بأسرارها. ما شاء الله. تعالوا نشوف وصفتنا الجميلة دي معمولة ازاي. تسوية من تحت. ما شاء الله. حاجة تحفة. تستاهل التجربة. تحياتي ليكم من المايسترو المصري. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل وصفة جديدة من وصفاتنا. آه، البغاشة بطريقة سهلة. أنا عندي هنا كوباية مية دافية. كوباية مية. تمام. بنزل عليها ذرة ملح صغيرة كده. وانزل عليها بمعلقتين زيت. ادي معلقة 2. واقلب الكلام ده كده كويس. عندي هنا بيضة واحدة عشان تنعم معايا العجينة. نزلت هنا بالبيضة وهبدأ اقلب الكلام ده كويس. انا لا استخدمتش لا خميرة ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة. عندي هنا كوبايتين دقيق. انزل باول كوباية نفس الكوباية اللي انا عايرت بيها المية. اقلب كده. الكوباية التانية هبدأ استخدم فيها ايدي بقى. وادي الكوباية التانية. طبعا على حسب نوع الدقيق ممكن احتاج شوية دقيق ولا حاجة. عايز لها شوية دقيق فعلا. خدت انا شوية كده اقل من ربع كوباية. كده العجينة بتاعتي مظبوطة. هلمها بس والم الدقيق بتاعها عشان هي عجينة نظيفة. العجينة فيها سن التلزيق يعني ممكن تحتاج لها كمان معلقة دقيق ولا حاجة. هقلبها هنا كده. هبدأ اتعامل معاها. اهم حاجة العجينة اشوفه تمط وتاخد معايا عرق.
هريح العجينة، اديلها بس كده ايه دهنة زيت خفيفة خالص، وهريحها قد 10 دقايق. ريح العجينة واسيبها شوية. انا هعمل طبعا الخليط اللي هشتغل بيه، المفروض بيبقى عندي زبدة، طبعا زبدة توريق. طب انا مش هعملها بزبدة التوريق، هعملها بسمنة عادية خالص. تمام. باخد كده حتة سمنة محترمة، وابدأ انزل عليها بالدقيق، واخلط. عايزة كمان شوية دقيق. جميل أوي كده الخليط ده، هو ده اللي أنا عايزه. شوفوا حضراتكم وأهو. وده على فكرة نقدر نورق بيه أي حاجة، اقتصادي يعني، بدل ما نقول نجيب زبدة نيوزيلندي وزبدة تمنها كذا والكلام ده كله. لا أنا كده إيه حليت المشكلة. هركن ده على جنب وهشوف العجينة بتاعتي. كده أنا جبت العجينة بتاعتي، ريحتها حوالي بتاع 5 دقايق. هاخد هنا رشة دقيق كده، وهبدأ انزل بالعجينة بتاعتي، وابدأ اتعامل معاها. افرد عجينة ما شاء الله اهيت ماشية معايا زي الفل. احاول ان انا اسويها بالشكل ده كده. وهبدأ، وده المهم جدا،
ان انا اخد الخليط بتاعي كده وابدا اوزعه. احاول بقى اخليه طبعا يجيب كل الايه ما عندوش طبعا اي ظهر معلقه بسباتيول اي حاجه يعني. الموضوع مش ايه ما هو الصعب. المهم ان انا احاول اخلي وابدا الف رول. لفات الرول بتاعتي هي اللي هتخليه يورق معايا. احاول بس ان انا هنا اجي عند القفل هنا واقفل كويس جدا. طبعا لسه هنسيبها كمان مرة ترتاح وهلفها واسيبها ترتاح كمان حوالي نص ساعة. هنبدأ نطلع العجينة بتاعتنا. نحط هنا نقطة زيت كده نزيت كده. افرد اهم حاجة اظبط الطوق كده الخيط بتاعي او الحبل بتاعي بحيث ان انا ايه كمية كويسة اهيت ما شاء الله. هبدأ امسك قطعة قطعة كده افرد العجينة بتاعتي طول عرض. بس هريحها شوية كمان محتاجة ترتاح كمان شوية. انا هخلي دي كده ودي اللي فيها اللحام دي عشان هي الايه الطرف ده اخليه فوق كده وهاخد دي كده ودي كده تمام
عشان تبقى معايا بالشكل ده. اكمل الكمية بتاعتي. ها واحدة تانية اهو. اخلص كميتي كده ونشوفها مع بعض. شوفوا كده الكمية عملت معايا 2 5 8 10 قطع اهم ما شاء الله. برضو هسيبهم يرتاحوا حوالي ربع ساعة وارجع اشتغل عليهم. ده اخر مرة تشكيل. يبقى انا دلوقتي عملت العجينة، حطيت كوباية مية، حطيت كوبايتين وربع دقيق تقريبا، استخدمت ربع كوباية كمان، حطيت بيضة وذرة ملح. قلبت الكلام ده كله كويس، نزلت بالدقيق بتاعي، بدأت أعجن. بعد كده دهنت دهنة زيت، ريحت العجينة، جبتها فردتها. عملت السمنة بتاعتي تقريبا، خدت كوباية إلا تلت سمنة وحطيت عليها حوالي تلت كوباية دقيق وقلبتهم مع بعض. المفروض تتعمل بالزبدة بس احنا نعملها بالسمنة. اللي طبعا ده ممكن نعمله فطير، على فكرة نعمل فطيرة كبيرة منه لو احنا حابين، كمان بأي حشوات انتوا عايزين تحشوها يعني. بس ده اصلا شكلها لوحدها هتغنيكم عن الفطير يعني. بعد كده طبعا حطيت المادة الدهنية بتاعتي، عملتها رول، وبعد كده لفتها وخليتها ترتاح شوية. جبتها قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهسيبها ترتاح شوية وهجيبها افردها اخر مرة. وبعد كده ادخلها على الفرن. تكون درجة الحرارة بتاعتي 200 درجة اول شوية يعني 10 دقايق، وبعد كده ببدأ انزل درجة الحرارة بتاعتي 170 180 يعني. هسيبها ترتاح ونجيبها نشتغل عليها. هنبدأ نشتغل بقى على العجينة بتاعتنا. ناخد نقطة زيت هنا كده، وهبدأ افرد العجينة بتاعتي. حاول بس ان انا اخليها ايه، تكون بحيث ان اللقمة بتاعتي كلها تبقى زي بعضها. طول وبالعرض. بالشكل ده كده احطها في الصاج. انا مش دهن الصاج اي حاجة، واكرر موضوع تاني. نظام زي الفطير طبعا. اهم حاجة ان احاول اظبط اللقمة بتاعتي. افردها كمان، افردها بالعرض.
ايوه. واكرر العملية زي ما احنا شفنا كده اهو. دخلها فرن، وادي البغاشة بتاعنا بعد ما طلعت من الفرن زي ما انتم شايفين، ما شاء الله جميلة ومجوفة من جوه، شايفين. طبعا نقدر نحشيها بقى كريمة. عايز اقول لكم ما شاء الله، شايفين منفوخة وجميلة ما شاء الله. طبعا انا سقسقت لها شوية شربات كده، حاجة ما شاء الله تحفة. شايفين ما شاء الله منفوخة ازاي، حاجة تحفة وجميلة. صحة وعافية. البغاشة وجمال البغاشة، بغاشة بكل ما فيها بأسرارها. ما شاء الله. تعالوا نشوف وصفتنا الجميلة دي معمولة ازاي. تسوية من تحت ما شاء الله، حاجة تحفة تستاهل التجربة. تحياتي ليكم من المايسترو المصري، يلا بينا.